يعتبر طعام صحي 3 أطعمة أسوأ من البطاط المقلي بالضرر والقيمة الغذائية. أول طعام أخوه من أمه وأبوه بطاط الشيبس، غير أنه عالي بالصوديوم وعالي بالمواد الحافظة، ولكن أغلبهم عاليين بمحسنات الطعم اللي هي الام اس جي اللي 100% تسبب الإدمان، وقد تسبب على المدى البعيد كثرتها تلف في أعصاب الجسم. الطعام الثاني اللحوم المصنعة، نفس النقانق والهوت دوغ والسلامي والمرتدلة، غير انها عاليه بالصوديوم وغير انها عاليه بالدهون المشبعه اللي تطق القلب والشرايين، ولكنها عاليه بالنايتريتس التي لما تدخل الجسم تتفكك على هيئه مركبات تسمى النيتروسامينز، التي بالدراسات والابحاث تزيد من فرصه الاصابه بالسرطان. الله يكفينا ويكفيكم الشر. الطعام الثالث والطامه الكبرى، انا شخصيا ما دخله بيتي، ما ادري شلون تاكلونه، الحلاوي المطاط الجلي. يعفس سكر دمك، يدمر بشرتك، يتعب بنكرياسك، يسوس اسنانك، يزيد وزنك، يزيد الخمول والتعب، يدمر بشرتك، وفوق هذا كله يزيد الالتهابات بجسمك. حاولت ان انا القى قيمه غذائيه واحده ادافع عنه، ما قدرت. واتحداك تطلع قيمه غذائيه واحده، طلع اذا كتبتها راح اوافق. البطاط يعتبر طعام صحي 3 أطعمة أسوأ من البطاط المقلي بالضرر والقيمه الغذائيه. اول طعام اخوه من امه وابوه بطاط الشيبس، غير انه عالي بالصوديوم وعالي بالمواد الحافظه، ولكن اغلبهم عاليين بمحسنات الطعم اللي هي الام اس جي اللي 100% تسبب الادمان، وقد تسبب على المدى البعيد كثرتها تلف في اعصاب الجسم. الطعام الثاني اللحوم المصنعه، نفس النقانق والهوت دوغ والسلامي والمرتدله، غير انها عاليه بالصوديوم وغير انها عاليه بالدهون المشبعه اللي تطق القلب والشرايين، ولكنها عاليه بالنايتريتس التي لما تدخل الجسم تتفكك على هيئه مركبات تسمى النيتروسامينز، التي بالدراسات والابحاث تزيد من فرصه الاصابه بالسرطان. الله يكفينا ويكفيكم الشر. الطعام الثالث والطامه الكبرى، انا شخصيا ما دخله بيتي، ما ادري شلون تاكلونه، الحلاوي المطاط الجلي. يعفس سكر دمك، يدمر بشرتك، يتعب بنكرياسك، يسوس اسنانك، يزيد وزنك، يزيد الخمول والتعب، يدمر بشرتك، وفوق هذا كله يزيد الالتهابات بجسمك. حاولت ان انا القى قيمه غذائيه واحده ادافع عنه، ما قدرت. واتحداك تطلع قيمه غذائيه واحده، طلع اذا كتبتها راح اوافق. البطاط يعتبر طعام صحي 3 أطعمة أسوأ من البطاط المقلي بالضرر والقيمه الغذائيه. اول طعام اخوه من امه وابوه بطاط الشيبس، غير انه عالي بالصوديوم وعالي بالمواد الحافظه، ولكن اغلبهم عاليين بمحسنات الطعم اللي هي الام اس جي اللي 100% تسبب الادمان، وقد تسبب على المدى البعيد كثرتها تلف في اعصاب الجسم. الطعام الثاني اللحوم المصنعه، نفس النقانق والهوت دوغ والسلامي والمرتدله، غير انها عاليه بالصوديوم وغير انها عاليه بالدهون المشبعه اللي تطق القلب والشرايين، ولكنها عاليه بالنايتريتس التي لما تدخل الجسم تتفكك على هيئه مركبات تسمى النيتروسامينز، التي بالدراسات والابحاث تزيد من فرصه الاصابه بالسرطان. الله